لكن حنان الأب اللي جواه كان موجود جدا 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 يعني. أنت قلب واسع في حضنه، عاش جيل كامل أو عاش شعب. أنت نبع من حنان دافق، أنت عطف، أنت رفق، أنت حب وأب. أنت ونحن يا بي عشنا بالحب على صدرك نحن. لك أنت انتصار، إنما لك فوق الكل يا قديس رب. يا قويا ليس في طبعه عنف، ووديعا ليس في ذاته ضعف. يا قويا ليس في طبعه عنف، ووديعا ليس في ذاته ضعف. يا رب سلام. هقول لكم آخر حاجة قالها لي، آخر حاجة لما طلع يوم 4 أيوب ده ولابس الطرحة البسيطة اللي بيلبسها والطاقية دي خفيفة، وبعدين راح خدني في حضنه وطبطب عليا. دي كانت أول مرة يعملها، يعني كتير شفت حنيته، بس المرة دي خدني كده في حضنه وأنا ركعت. أنا كنت بركع طبعا عشان التحليل كلكم عارفين في الاعتراف، ويحط الصليب على راسي ويحط ساعات ايده ويقول حاجات بعد الصلاة. لكن المرة دي قال لي تعالى، وراح خدني في حضنه وطبطب عليا وقال لي دلوقتي أنا بكلمك كأب مش كالأم مخيل. أنت ابني، أنت المسيح عايزك في الشارع عشان تجيب ولاده اللي في الشارع، ومفيش مؤسسة مسيحية هتقبلك، بس هتخدم في كل حتة وهتشهد للمسيح وهتسافر وهتجيب ناس للمسيح، وربنا هيستخدمك، والمخزون اللي خدته من هنا في الدير هيفضل معك على طول. انت مش هتكتب ترانيم الناس تسمعها، هتكتب ترانيم الناس ترنمها للمسيح في الكنيسة. بوضوح شديد الجمل دي أنا حافظها.